السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب مطبخ جود الفرفوشة. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايب قلبي ازيكم؟ وحشتوني. والنهارده عندي عزومة حلوة بجهز لها بقالي فترة طويلة. زي ما انتم شايفين كده انا بوريكم الحاجة لسه وهي طرية. فعندي عزومة كبيرة بجهز لها بقالي فترة. عازمة اخواتي وكلهم البنات، وبجهزه لهم ان شاء الله فطار في رمضان ان شاء الله يا رب يعجبهم وبياكلوه بالف هنا وشفا. انا مجهزه ان شاء الله حمام، ده حمام فراخ، وده دكر وز. كان وحشني اكل وز من زمان قوي، فقلت اعمل لهم وز. مش خساره فيهم، يستاهلوا كل خير يا رب. اللي ما شافتش القناه بتاعتي وما عملت لهاش اشتراك، يا حبيبه قلبي اعملي لها اشتراك. واللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين. انا بوريكم الحاجه وهي طريه لسه ان شاء الله باذن الله. اوريها لكم خطوه خطوه واحنا بنعمل الاكل بتاعنا، وادعوا لي ربنا يحسن ما بين ايديا، وان شاء الله يطلع الاكل ان شاء الله كله على التمام كويس باذن الله. بقى حبايب قلبي، بدأنا اهو بالصلاه على محمد نسوي في الحاجه اهي. بالصلاة على النبي مطلعة الحلة بتاعت العزومات. بصوا بقى، اللهم صل على النبي. نطلع بقى شوية شوربة رايقة كده بقى بألف هنا وشف. بصوا اهو بدأنا نسوي. هنا بعمل حلة تقلية كبيرة علشان المحشي وهنعمل بسلة. هنسبك بقى ونعمل طبخنا ونعمل محشينا ونعمل حاجتنا. وبالصلاة على النبي برضو جبت البسلة اهي وفرطتها وجهزتها اهي. هنعمل بسلة برضو وهندس رز. جبنا اللبن بتاعنا اهو عشان هندس الرز، بدل ما نعمله رز بشعريه نعمله بالسمنه والقشطه بالصلاه على محمد. ولو ما كنتيش يا قلبي عملت اللايك، اعملي اللايك وصلي على النبي في قلبك، وربنا يحسن ما بين ايدينا ويطلع ونطلع اكل ان شاء الله بالف هنا وشفا للي هياكل. حبايب قلبي احنا هنعمل ان شاء الله برضو محشي مشكل كوسه وبتنجان. ما لقيتش بتنجان ابيض، جبت بتنجان اسود وفلفل. احنا علقنا على التسبيكه وهنقعد نقور المحشي بتاعنا. طبعا انتوا مش محتاجين، انتوا احسن مني طبعا في المحاشي، بس انا قلت اوريكم برضو. انا كنت جايبه الكميه دي فحسيتها حبه صغيرين، فعديت جبت الحبه دول. وجبت كيلو بتنجان من الاسود ده لاني مش لاقيه ابيض في السوق خالص، بس قلت كفايه كيلو. وهقعد اقورهم كده واجهزهم عشان نجهز الحشوه بتاعه المحشي بتاعنا، عشان نعمل لهم احلى محشي مشكل. ويا رب ان شاء الله يطلع كويس. ما تنسيش تحط اللايك. طيب قلبي دلوقتي هنعمل الحمام. حشوه الحمام بتاعتي عباره عن كبد وقوانص مقطعاها صغير. بنزل بالقوانص الاول واديها التحميره والسوى بتاعها، واجهز بصل مبشور كتير هحطه على القوانص. هوريكي معايا خطوه خطوه. الحمام بتاعنا غسلناه وجهزناه، هو جاهز دلوقتي على الحشيه، مغسول ومتنضف كويس جدا. الحشوه بتاعتي هعملها على الهادي يا زبادي كده علشان تشوفيها وتقولي لي رايك ايه وتعمليها زي، وان شاء الله تبقى تعجبك باذن الله. كده القوانص بتاعتنا احمرت اهي. ننزل عليها بالبصل. انا عايزه البصل ياخد من القوانص. انا لسه مش هحط الكبده دلوقتي، انا عايزه اسوي البصل، عايزاه ياخد لون. انا عايزه الخلطه بتاعه الحمام تاخد لون بني. عايزه الحشوه ما تبقاش بيضه، عايزاها لونها بني. هنسيبه لما يتحمر معاه اهو ياخد لون، وبعد كده نحط عليه الكبده. حبايب قلب ام زياد، وصلنا لمرحله دلوقتي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. قورنا الكوسه وغسلناها ونضفناها، تسبيكه المحشي والطبيخ اللي هيتعمل. ده باقي الرز، الخلطه اللي احنا حشينا بيه الحمام بالصلاه على محمد. تمام. هنا بالصلاه على محمد حطينا الحمام يستوي زي ما انتم شايفينه كده. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا بس ما نضيع البخار. بصوا الحمام، بصوا الحمام ما شاء الله اللهم بارك. عشان الحمام ما يفرقعش منك وتاخدي حمام مظبوط وجميل وبسم الله ما شاء الله عليه، هدي عليه النار زي ما انا عامله كده. مهديه عليه النار مسافه ما خد غلوه هديت عليه النار. والشوربه بتاعته بصوا نظيفه. انا كده ما بستعملش شوربه الحمام عندي، ما بستعملهاش. شوربه الحمام عندي ما بستعملهاش، برميها. بس تعرفوا من الحاجه بتبقى نظيفه كده. هنا عصجنا اللحمه. تعصيج اللحمه سهل، هو اللحمه والبصل وملح وفلفل بس. عصجنا اللحمه بتاعت الجلاش كده. احنا الحمد لله كده لحد كده خلصنا
اللي خلصنا التحضيرات بتاعتنا بتاعت النهارده. بكره ان شاء الله اللي هو لان انا سهرانه طول الليل هنكمل بقى ايه الحشو. هنعمل بقى هنطبق بقى الاكل ونعمل المحشي ونعمل الجلاش ونسوي وهندس رز لسه ونحمر الطيور اللي احنا سويناها. وما تنسيش تصلي على النبي وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي في خلطة المحشي. أنا بحب أبشر بصل وأحطه على خلطة المحشي، وسخنت الصلصة بتاعتي تاني أهي، هاخدها وأحط منها ونبتدي إن شاء الله نحشي المحشي بتاعنا. أنا عندي ما شاء الله خلصت الحمام بتاعي أهو، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده والله العظيم قسما بالله ما في واحدة فرقعت مني، ما في واحدة فرقعت مني، اللهم بارك. واقف على التحمير بس. حتى شوربة الحمام أهي من حلاوتها ونظافة دي شوربة الحمام، غير دي شوربة البط. أنا بغليها أهو، البط والفراخ دي اللي هسقي منها المحشي، بغلي عشان هسقي منها المحشي واعمل منها الطبيخ. بس انا هرمي بقى شوربه الحمام دي من نظافتها، ما فيهاش رز والله. استنوا ما اجيب لكم ثواني. بصوا من نظافتها، من نظافتها ما فيش فيها طبعا، عشان الحمام بتاعك ما فرقعش فيها ولا نزل رز، فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهي اهي. ما فيش طبعا ايه، وهي جميله جدا. بس هضطر ان انا ارميها لان انا مش محتاجاها في حاجه. انا هستعمل شوربه البط، هتبقى بالنسبه لي حلوه قوي في المحشي وفي الطبيخ وفي الحاجه كلها. هنكمل معاكم وايه، ما تنسيش تصلي على النبي. بصوا حبايب قلبي، احنا كده عملنا سمبوسه اهو بالجبنه وباللحم. المحشي بتاعنا اهو، وهو في الصينيه هنا اهو، ده واقف على التسويه بالظبط. هنسوي على طول. هعمل هدس رز وهعلق على البسله. حبايب قلبي بنحمر الحمام بتاعنا اهو اللي احنا عملناه. المحشي بتاعنا هنا اهو خلص، ده كده استوى واقف على الغرف تمام. السمبوسه بتاعتنا اتحمرت اهي. الجلاش بتاعنا بصوا ايه يا قلت، بصوا الجلاش بتاعنا. بصوا انا لسه مطلعاه وجايباه. بصوا جماله، استنى ما اوريكم، انا لسه مقطعاه. بصوا شكله فطير، نبي فطير. وبنحمر الطيور تحت في الفرن، ولما اخلص بقى وارص سفرتي هوريها لكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. كده انا خلصت الاكل بتاعي اهو، عملت لهم صينيه الوحوش اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. عامله رز معمر، وده بسله، وده المخلل بتاعي طبعا، الجلاش بتاعي والعيش وعصاير كل الانواع تقريبا. انا عامله كل الانواع للي يحب. ودي سمبوسه مشكله، سمبوسه باللحمه وسمبوسه بالجبنه. وهنا فراخ مشويه في الناحيه دي وفي الناحيه دي، وفي كوسه ومحشي مشكل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم لمتنا يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ونعاد عليكم الايام بخير.